أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج فري كورة وملخص أخبار اليوم. فضلا وليس أمرا اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. العناوين: سيد عبد الحفيظ يوضح حقيقة التفاوض مع محمد صلاح. الأهلي يصطحب إمام عاشور إلى الإمارات استعدادا للسوبر. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي في الجولة الخامسة للدوري. بيراميدز يتأهل إلى دور ال16 في دوري أبطال إفريقيا. مجلس إدارة الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني. الزمالك يتجه لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي. كواليس أزمة طاهر محمد طاهر مع جماهير الأهلي. الأهلي يقترب من ضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه. برشلونة يستهدف أوسيمين لخلافة ليفاندوفسكي. ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهات قوية في كأس الرابطة الإنجليزية. التفاصيل: سيد عبد الحفيظ يوضح حقيقة التفاوض مع محمد صلاح. نفى سيد عبد الحفيظ تماما وجود أي مفاوضات حالية بين الأهلي ونجم ليفربول محمد صلاح، مؤكدا أن الفكرة غير واقعية في الوقت الحالي، وأن تركيز النادي منصب على دعم الفريق بصفقات واقعية تناسب الاحتياجات الفنية. الأهلي يصطحب إمام عاشور إلى الإمارات استعدادا للسوبر. رغم عدم مشاركته، قرر الجهاز الفني ضم إمام عاشور لبعثة الأهلي المتجهة إلى الإمارات، وذلك ضمن خطة التأهيل النفسي والطبي قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي 1-1. تعادل نادي الزمالك أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري المصري. تقدم البنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل، ثم أدرك شيكو بنزا هدف التعادل للزمالك. بهذا التعادل يستمر الزمالك في نزيف النقاط وسط تراجع واضح في الأداء الهجومي. مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني بقيادة فيريرا. صرف مجلس إدارة نادي الزمالك دفعة جديدة من مستحقات الجهاز الفني بقيادة فيريرا في محاولة لرفع الروح المعنوية قبل مباريات الفريق القادمة. الزمالك يجهز شكوى ضد مجلة الأهلي. أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المجلس يجهز شكوى رسمية ضد مجلة الأهلي بعد نشر مقال اعتبره النادي مسيئا، وسيتم رفع الأمر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الأيام المقبلة. أزمة طاهر محمد طاهر مع جماهير الأهلي. شهدت مباراة الأهلي وبتروجيت مشادة بين طاهر محمد طاهر وبعض الجماهير، لكن الجهاز الفني تدخل سريعا لاحتواء الموقف. اللاعب قدم اعتذارا مؤكدا احترامه لجماهير القلعة الحمراء. الأهلي يقترب من ضم إبراهيم دياباتيه. كشفت تقارير صحفية أن الأهلي اقترب من التعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه قادما من الدوري المغربي بعد مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية. دياباتيه يبلغ من العمر 28 عاما، ويتميز بالقوة البدنية والسرعة أمام المرمى. برشلونة يستهدف أوسيمين لخلافة ليفاندوفسكي. ذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يضع النيجيري فيكتور أوسيمين على رأس أولوياته لتدعيم الهجوم في الصيف المقبل، خاصة مع اقتراب ليفاندوفسكي من نهاية عقده. مواجهات قوية في كأس الرابطة الإنجليزية. تشهد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مباريات نارية، حيث يلتقي ليفربول مع فولهام بينما يواجه مانشستر سيتي فريق نيوكاسل في قمة مرتقبة. الفريقان يسعيان لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على اللقب. كانت هذه أبرز أخبار الرياضة اليوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2025. تابعونا يوميا على قناة فري كورة لمزيد من التغطية الحصرية، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من عالم الكرة المصرية والعالمية.